السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعكم الهبيد حيث نهبد من جديد. احنا النهارده في حلقة خاصة جدا جدا جدا، وده ليه؟ لأن احنا مع منتجات جديدة وكتيرة لسه هتبان في السوق المصري وبانت بره. المنتجات دي جاية منين؟ جاية من شركتين بالتعاون مع بعض. أول شركة هي شركة برو، أيوة يا برو زي ما سمعت، شركة برو. وتاني شركة هي شركة جوتا أو جوت اللي هي المعزة يعني. الشركه دي بتقدم ايه يا صديقي؟ بتقدم منتجات كتير، منها ايه؟ منها الديسبوسبل 1000 نفس وال 2500 نفس وال 5000 نفس، وبتقدم كمان جوس. الجوس بتاعهم بقى بيديك نفس التجربه. هنتكلم قدام بس نكمل بقيه المنتجات. وكمان عندهم ديسبوسبل. الديسبوسبل ده قريب قوي من الاوكسفا، حاجه رهيبه. بص لسه هنتكلم قدام، خلينا كده ايه واحده واحده. احنا النهارده جايين نتكلم في ايه؟ جايين نتكلم في المنتجات دي كلها، نوريها لكم كده كرؤيه سريعه، وهنتكلم على منتج خاص جدا بكاس العالم. ايوه كاس العالم. تعالوا نعرف شركه جوت اللي هي بتنتج الليكويد اللي موجود في قلب الديسبوسبل، وهو التجربه هي بالظبط. اول حاجه كده صديقي، البوكس اللي هم باعتين بصراحه بوكس حكايه. هو يعني بص ما يتقالش عليه غير ان هو دارك قوي ولايق قوي على اللوجو بتاعهم والاسم بتاعهم. بالنسبه للتركيزات هم بيقدموا تركيز من اول 20 35 و50. لما تيجي بقى تفتح هذه العبوه تبص كده تلاقي فيها هذا الجمال. الجمال ايه؟ هتلاقي توباكو، هتلاقي جوافا ايس، هتلاقي ووتر ميلون، وهتلاقي كمان باشون فروت، وهتلاقي بقى ايه على الجنب فوق كده ازايز صغيره. والازايز دي بيبقى موجود فيها ايه؟ موجود فيها سويت ووتر ميلون نوع برضو تالت. هم فنانين قوي فواكه. وفي بقى ايه؟ الشامبين، حوار الشامبين ده، وده اخر حاجه. تاني منتج معانا صديقي زي ما انت شايف كده هو منتج اسمه سليك برو. ده من شركه برو برضو. لو انت شايف في الجنب كده بتلاقي لازم الجوت، تلاقي لازم ليهم العلامه بتاعتهم عشان تعرف ان الجوس ده او الجوس اللي موجود جوه البودايه ده من صناعه الشركه دي. والشركه دي خارقه جدا، ولما نيجي للحلقه بتاعت الجوس هتعرف ليه. هما بيقدموا لنا، او الحاجه اللي وصلت لي، هما 8 فليفرات، والثمان فليفرات دول برضو حكايه الحكايه. والسليك برو دي يا صديقي بتبقى 2500 نفس، والتركيز اللي جالي هو 20 مللي جرام. تالت منتج معانا صديقي وهو التويست. التويست هي يعني بودايه علبتها كبيره بس من جوه تحسها صغيره، مش مشكله هنتكلم بعدين. بس هي من شركه برو برضو، وبرضو الجوس اللي موجود جواها من جوتا هي 1000 نفس. وهي بودايه يعني تقدر تقول ايه متوسطه كده جميله. وجالي من هذه البودايه 3 اصدارات ل3 فواكه زي ما انت شايف. واخر حاجه صديقي وهي البودايه المنتظره لكاس العالم، هي بودايه النيوترن. نيوترن ليه بقى؟ تعالى بقى عشان هذه هي قصه حلقتنا النهارده. زي ما انت شايف كده صديقي، ده اول حاجه من نيوترن برو. البودايه شكلها جميل جدا، وده الاصدار العادي. الاصدار العادي بمعنى ايه؟ ده الاصدار اللي هينزل في اي وقت بعيد عن اي فعاليات تحصل في الدنيا. حلاوه البودايه دي واللعبه الجامده جدا اللي فيها حكايه ان انت تقدر تقلب الفليفر من الاخر كده يا صديقي. انت ماشي ببودايه فيها تنكين، ايوه زي ما انت سمعت كده، هذه البودايه فيها تنكين، والتنكين فيهم نوعين مختلفين. يعني مثلا البودايه اللي في ايدي دي من ناحيه هنا مكتوب عليها جوافا ايس، من الناحيه الثانيه مكتوب بلو بيري منت، او اللي هو التوت المنعنع، فاهم انت قصدي ايه؟ والجوافه الساقعه. حرفيا انك تقلب ما بينهم بطريقه سهله جدا، انك تعمل نيوترن. اللفه اللي بتتعمل دي جامده جدا، وتفضل وانت قاعد كده تفضل تلعب فيها. انت فاهم من الحب في الحاجه دي تفضل تلعب فيها، جميله جدا. ده بالنسبه لشكل البودايه العادي. بالنسبه لعدد الانفاس بتاعتها 5000 نفس. كل بودايه فيهم او كل كارتج موجود هنا جوه، او كل يعني شوف انت هتسميه ايه، كل كويل موجود جوه بيخلص 2500 نفس. يعني انت معاك 2500 نفس من طعم و2500 نفس من طعم تاني. بالنسبه للبطاريه بتاعتها يا صديقي هي 550 ملي امبير، قابله للشحن تايب سي. يعني بص تتشحن معاك فاست تشارج، تقدر تقول يعني سكه النص ساعه تلاقيها فول مفوله، وتقدر تعيش بيها بقيه اليوم. لان الكويلات هنا 1.8، ف1.8 بتديك تجربه عاليه جدا. التركيز اللي جاي هنا 20 ملي جرام، فعليا الضربه حقيقيه وجامده قوي. زائد كميه الجوس اللي جوه صديقي هي 13 ملي ليكويد، يعني هتقدر تعدي بيهم ال 5000 نفس. بس هي الشركه بتحب تحط لنفسها مساحه، بحيث ان انت لو نفسك عالي قوي نفسك واطي تجيب بيها ال 5000 نفس. لكن بالنسبه لي 13 ملي ليكويد يعدوا معاك ال 5000 نفس مستريح. من الحاجات الجامده يا صديقي ان انت اي بودايه بتشتريها من هذه الشركه لازم تلاقي تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء. انا حبيت الموضوع ده قوي.
قد ايه انتم مهتمين بينا يعني. اول مفاجاه كانت معانا طبعا وهي التويست او النيو تيرن اللي هم عاملينه ده، اللفه الرهيبه دي اللي كلنا يعني كلنا في الاستوديو هنا لما فكرنا وجربنا الموضوع ثوري جدا. واحلى حاجه بقى كاس العالم يا جماعه، عاملين بودات يا جماعه لكاس العالم. ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ يعني مثلا في بودايه كده تلاقي كرواتيا وبلجيكا، تيجي كده تشرب على ناحيه بتاع كرواتيا تلاقي نفسك ايه في البلو بيري، تشرب بقى ناحيه بلجيكا تلاقي نفسك في البنانا ستروبري. في ماتش بيتلعب في ريمونتادا هنا يا جماعه بتتلعب جامده جدا. انا حبيت الموضوع حماسي قوي. يعني البودايه الثانيه مثلا برازيل وبرتغال، يعني اي نعم الاثنين طاروا بس يعني احنا مبسوطين. انا مبسوط بهذه البودايه. ثالث بودايه بقى معانا وهي برازيل واسمر رقاصه سامبا، دي الفليفر بتاعها كريزي ماما. كريزي ماما جه معايا ايه يا صديقي؟ جه معايا مانجا على اناناس، مانجا على باينابل كده بنت لذينه. وبالنسبه بقى للبرتغال جت معايا وصريحه جدا جدا وهو الانرجي درينك توت. تحس ان هو يعني ريد بول بس محطوط عليه توت، بس طعمه حلو قوي. بالنسبه بقى لو انا هتكلم عن المميزات والعيوب في هذه البودايه، بصراحه يعني شهادتي فيها تبقى مجروحه لان انا بقيت ميت في جمال هذه البودايه. ليه انا ميت في جمالها؟ عشان الاير فلو هنا مظبوط قوي، انت مش محتاج اصلا يبقى فيه اير فلو. النفس هنا مظبوط لبتاع الام تي ال، هي بودايه بتخاطب بتاع الام تي ال بس مش هتخاطب حد غيره. 2 فليفر، حته النيوتن وانا قاعد كده عارف الموضوع مستفز فشخ. بالنسبه بقى للعيوب يا صديقي، انا مش شايف فيها اي عيب غير هو عيب واحد. ايه هو هذا العيب؟ ان هي ملاش مكان تتعلق منه، ما ينفعش اي حاجه تتعلق زي بقيه البودات اللي احنا بنستخدمها ان احنا نعرف نعلقها، دي ملاش مكان. بس حق الله هي مسكتها في الايد جامده جدا، حلوه قوي، ايدك بتبقى مغطيها سولد قوي، انت كده حاسس ان انت ماسك حاجه بريميوم في ايدك، حاجه يعني تقعد تتمنظر بيها في وسط اصحابك وحبايبك. والله لا جامده. بس كده يا صديقي، ده كان كل اللي معانا النهارده لحلقتنا، بس مش كل اللي معانا لسه. كل اللي احنا محتاجينه طبعا هتقولوا لي احنا عايزين مسابقه، عايزين نكسب. اقول لكم شركه برو وجوت عاملين مسابقات كتير قوي، والمسابقه هتبقى عليها جايزه غريبه ومتخلفه عقليا فعليا. بس انا محتاجكم من دلوقتي، هتلاقوا لينك للانستجرام بتاعهم موجود فوق، محتاجكم ان انتوا تدخلوا تعملوا لايك للانستجرام بتاعهم عشان تشتركوا في هذه المسابقه. والمسابقه مش على الحلقه دي بس، من دلوقتي خش اشترك في الانستجرام بتاعهم عشان يبقى ليك الاولويه في الفوز في المسابقه المتخلفه اللي هنعملها. هنعمل حاجه نار انا مش عارفها لحد دلوقتي. بس كده صديقي، ده كان كل اللي معانا النهارده، واستنونا لسه في حلقات اكتر مع شركه الماعز جوت، وهي سيد معزه بتاع البيانو اللي هو الولد اللي بيلعب في الارجنتين. ربنا عالم بقى انا بحب الارجنتين قد ايه. معانا هنا واحد بيعبده والله العظيم، ناقص شويه قسما بالله يصلي له، مش فاهم ليه يعني. قفل بقى انت على كده وانا شغال، فاهم يعني. الولد ده وهو صغير كان اسمه سيد معزه بتاع البيانو. ليه بقى؟ كان شغال ورا عم محسن بتاع البيانولا، تمام. كانوا بينزلوا كده نواحي بحري، تمام. فلما نزلوا نواحي بحري